في افلام ما بتخلصش مجرد ان انت طلعت من قاعة السينما وخلاص، هي بتفضل معاك، بتقضي يومك، بتشوف مشاويرك، لكن دماغك نفسها لسه في القاعة بتاعة السينما. في افلام 2025 ده حصل معايا 3 مرات. اول مرة كان في فيلم سينرز، قعدت فترة طويلة بعد الفيلم افكر في المزيكا والاغاني. تاني مرة ده حصل مع سنتمنتال فاليو، قعدت افكر كتير في القصة وكمان تمثيل الابطال كان عاجبني قوي. تالت مرة احنا جايين نتكلم عليها النهارده. الجزء ده اكتر جزء قعدت اعيده. الفيلم بطولة جيسي باكلي، بول مسكال، جيكوب جو، تأليف ماجي أوفاريل وكلوي زو، عن كتاب تأليف ماجي أوفاريل وإخراج كلوي زو. القصة عن حياة واحد من أشهر الكتاب في التاريخ إن لم يكن أشهرهم، اللي هو ويليام شكسبير، وإزاي حدث مر بيه أدى لتأليف واحدة من أشهر المسرحيات على الإطلاق اللي هي مسرحية هاملت. مبدئيا كده دي مش قصة حقيقية بالكامل عن حياة ويليام شكسبير، دي اسمها هيستوريكال فيكشن. يعني فعلا في أحداث حصلت زي الحدث الرئيسي ورا كتابة هاملت، نشأته في ستراتفورد وانتقاله لندن بعد كده عشان يدخل مجال المسرح، وعلاقته بأسرته بالذات أبوه. لكن اللي مش حقيقي تقريبا كل حاجة ليها علاقة بمراته، طبعا غير الحوارات اللي في الفيلم، لأن مفيش مصدر واحد معتمد تقدر تقول إيه هي قصة حياة ويليام شكسبير. فمؤلفة الرواية اضطرت إن هي تزود حاجات من خيالها شوية عشان تروح ناحية سبب تأليف مسرحية هاملت. I have no talent for waiting. The women in my family see things. What do you see? طبعا احنا بنتكلم عن ويليام شكسبير، فبالتالي القصه في زمن قديم شويه اللي هي تقريبا القرن 17 في انجلترا، والنوع ده من الافلام بيسموه بيريود بيس. وانا بحب الجونرا دي من الافلام لان هي بتخلينا نتفرج على ابداعات في تصميم الملابس والديكور، وكمان في مصطلحات بحس ان هي فيها مزيكا شويه. والفيلم وراني ابداعات في كل الكلام ده، كفايه السينماتوجرافي اللي كان موجود، الوان تحفه، وبالذات مشاهد الغابه. طريقه سرد القصه والحوار نفسه كان فيه خداع شويه، لان هم مطلعين مرات ويليام شكسبير ان هي بشكل ما عرافه، او ان هي بتقدر تتنبأ بالمستقبل. فكان كل شويه يقول لك ادي المصيبه هتحصل او ادي الحاجه كويسه هتحصل، وبتهيئ نفسك على الاساس ده، ومفيش حاجه بتحصل. وقت ما تبقى الدنيا هدوء خالص بيديك القضيه. ده تاثيره كان قوي قوي، لان انا بالنسبه لي ما اعرفش قصه حياه ويليام شكسبير، وما اعرفش ايه السبب ورا كتابه مسرحيه هاملت. تقريبا كل الممثلين في الفيلم عملوا احسن حاجه عندهم، بالذات ثلاثه. واحد مش هقدر اتكلم عنه عشان الحرق، والتاني هو بول مسكال اللي يعتبر عوضنا شويه عن العبث اللي عمله في جلاديتور، وقدم اداء حلو قوي، وبالذات بان قوي في اخر الفيلم. اما الاداء الثالث اللي انا عايز اركز عليه فهو لجيسي باكلي. تقريبا ده احسن اداء تمثيلي لست او راجل في افلام 2025 كلها، واظن احنا هنفضل فاكرين الاداء ده سنين قدام. قدمت رينج مشاعر كبير قوي وبصدق قوي، ومش فاكر انا امتى اخر مره صدقت تمثيل حد بالشكل وكانت ده. جزء مهم جدا من تسلسلين يعتبروا هما اساس الفيلم، واحد في نص الفيلم والتاني في اخره. التسلسل الاول يعتبر هو اهم حدث في الفيلم، ومن غير اي حرق للاحداث هو ممكن يتوصف بحاجه بسيطه جدا. تخيل الفيلم عايز يخاطبك بشكل معين، عايز يوصل لمشاعرك، عايزك تحس بحاجه معينه، وانت عباره عن طبقات. فهو قاعد يعدي كده يعدي كده، يخش كده يتاخر ده كده شويه، وبعدين وصل ده العمق مثلا مشاعرك، ده اقصى حاجه عندك جوه، فاهم؟ وقام عمل قطعها 100 حته بقى، هو عملها كده. لو عديت من التسلسل الاول وانت سليم، وانا اشك في ده، تيجي نهايه الفيلم وتقضي عليك. قرب نهايه الفيلم انا فهمت احنا رايحين فين، وفهمت القصه خلاص رايحه ناحيه ايه، وخلاص فهمت ان الجزء الاخير ده هيبقى مؤثر بشكل ما. وبعدين بدات مزيكا انا عارفها وسمعتها كتير قبل كده، الموسيقار معروف واستخدمت في افلام قبل كده. المزيكا دي لوحدها، لو انت بتسمعها لوحدها عادي جدا انت هتتاثر، وممكن ناس تعيط من المزيكا لوحدها. فتخيل بقى اما تحط المزيكا دي على الحاجه اللي في اخر الفيلم. وانا بتفرج، انا اول ما لقطت ان هي يعني مع اول نوته تقريبا سمعت، قعدت اقول يا رب لا، يا رب لا، ان شاء الله مش هتطلع هي اللي في دماغي. انا ما سمعتهاش من فتره طويله، فاكيد انا ممكن اكون مش فاكرها قوي، فهتطلع حاجه تانية. وبعدين لما خدت بالي ان هي بقى، قعدت اقول يا رب طب نقطع المشهد دلوقتي، طب نخش على مشهد تاني، طب نخلص الفيلم وننزل بالتترات دلوقتي، مش هينفع ده مع ده. بعدين بتوصل عند حته معينه، بتسمع المزيكا وبتسمع صوت عياط اللي حواليك تقريبا، وبعد كده بتنزل التترات وصمت. دي أول مرة أبقى قاعد في قاعة وبتفرج والتترات نزلت والناس ما قامتش على طول تمشي، في حالة صمت، الناس كلها قاعدة، كله بيحاول يستوعب هو إيه اللي إحنا شفناه وإيه اللي إحنا حسيناه. زي ما قلت أنا سمعت المزيكا دي قبل كده كتير، لكن دي أكتر مرة أحس بتأثيرها. أنا طلعت بره الفيلم لحد النهاردة أنا لسه بدندنها، وكل ما بدندنها بفتكر المشهد، وكل ما افتكره بتأثر. أنا خارج من الفيلم حاسس بتقل وحمل تقريبا ما حسيتوش مع أي فيلم قبل كده، ومش عارف هل هو ده كان الهدف من الفيلم أصلا ولا لأ. زي ما يكون حسيت بحاجة أو حسيت أحاسيس معينة أنا أول مرة أحسها، أو أول مرة أعرف إن أنا أقدر أحسها. لسه قاعد بفكر في الشخصيات واللي حصل لهم،
لأن دي شخصيات حقيقية، والأحداث اللي حصلت فيه جزء كبير منها حقيقي، واللي هم حسوا بيه ده برضه كان حقيقي. مسرحية هاملت اتكتبت كمحاولة للتعامل مع ألم الفقد، وإن أوقات الفن بيكون وسيلة للتعايش عشان نقدر نتخطى الحزن اللي إحنا بنمر بيه في حياتنا. مش لازم نكون فنانين، بس بيبقى كفاية إن أنت تعرف أو تشوف إن في حد مر بنفس اللي أنت مريت بيه، عشان تعرف إن أنت مش لوحدك وتطمن. So you have to ask yourself, do you think human creativity matters? Well, most people don't spend a lot of time thinking about poetry, right? They have a life to live and they're not really that concerned with Allen Ginsberg's poems or anybody's poems until their father dies. They go to a funeral, you lose a child. Somebody breaks your heart, they don't love you anymore. And all of a sudden, you're desperate for making sense out of this life. And has anybody ever felt this bad before? How did they come out of this cloud? Or the inverse, something great. You meet somebody and your heart explodes. You love them so much you can't even see straight. You know, you're dizzy. Did anybody feel like this before? What is happening to me? And that's when art's not a luxury, it's actually sustenance. We need it. هاملت فيلم صادق وحقيقي وجميل جدا، واتمنى اشوف افلام زيه بتلمس الواحد فعلا زي ما هو عمل. وهو اخيرا دلوقتي في مصر، لان هو اصلا بره بقاله اكتر من شهر ونص، وانا كنت قربت افقد الامل ان انا اشوفه سينما. فهو دلوقتي متاح في السينما، فلو تقدر تشوفه ادخل سينما وخد معاك مناديل كتير، لان انت في الغالب هتحتاجها. وبس كده، لو شفت الفيلم قول لي عجبك ولا لا. ولو الحلقه عجبتك متنساش اللايك والشير والسبسكرايب عشان نتكلم في افلام اكتر. ونتقابل بعدين. سلام.